اللي بتطلع تقول لك احنا هنفضل نحتفل ببطوله الدوري لحد ما بعد كاس العالم علشان احنا ذاكرنا، علشان الطالب الناجح، الطالب الساقط، الطالب اللي جماهير النادي الاهلي بتقول لك احنا بنحتفل بالبطوله ساعتين وبعد كده بندور على البطوله اللي بعدها. لا احنا تعبنا، احنا ذاكر يا باشا، ذاكر زي ما انت عايز يا باشا، والله العظيم اعمل اللي انتوا عايزينه يا باشا، افرحوا لحد ان شاء الله الدوري بتاع السنه الجايه لما تخسروه وتخسروا دوري ابطال افريقيا، حفلي زي ما انت عايزه وافرحي زي ما انت عايزه. ولكن قصه قناه نادي الزمالك دي بقت قصه والله العظيم الناس بتلعب على مشاعر جماهير نادي الزمالك. وانا اعتقد والله ان جماهير نادي الزمالك كلها ما بتتفرجش اصلا على القناه، ولا حد بيفكر ان هو يفتح القناه ولا يتفرج على دي ولا على دي. وشويه يعني شويه ستات ماسكين القناه الايام دي وشغالين بقى لت وعجن وحاجات غريبه جدا وتلقيح على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي وعلى كل منظومه النادي الاهلي. ولكن ماشي يعني نعديها وفي السياق وما فيش مشكله. ولكن لازم النهارده القناه الفئويه على الاقل يبقى فيه شويه تنسيق، شويه كلام بحياديه، شويه كلام فني. يعني مثلا النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي انا بشوف والله يعني خلينا على الحياد، بشوف ان هي قناه كويسه بتقدم معلومات كويسه، سواء محمد سعيد او الكابتن عادل القيعي او ابراهيم المنيسي او لما كان الكابتن احمد شوبير موجود. لا الناس بتقدم اعلام كويس. اللي بيحصل الهجص اللي بيحصل في قناه نادي الزمالك واللي اتصل يعني تشوفهم بعد نهائي الكونفدراليه والله ما فيهم واحد قادر يفتح بقه، ما فيش واحد فيهم قادر يفتح بقه. ولكن لما خدوا بطوله الدوري اللي انا اصلا واخدها 45 مره، اللي انا تقريبا يعني البطوله ال 15 اللي هي كانت 78 او 79 حاجه زي كده يعني. ولكن ما تفهمش بقى، ولكن سيبهم يا باشا يفرحوا ويعملوا اللي هم عايزينه، ومن حقهم ان هم يفرحوا ومن حق جماهير نادي الزمالك ان هي تفرح. ولكن الفرق انا بتكلم حتى على المستوى الاعلامي وعلى الاعلاميين بتوع نادي الزمالك، تلقيح تلقيح تلقيح. لا القصه ما تمشيش كده.